مش كل طفل بيتأخر في الدراسة يبقى غبي. في أطفال قدراتهم موجودة بس عقلهم بياخد فترة أطول عشان يستوعب المعلومة. النهاردة هقولك إزاي تعرفي إنه ابنك بطيء التعلم وإيه المشاكل اللي بتواجههم كل يوم. أول حاجة مشاكل الانتباه والتركيز. أطفال بطيء التعلم بيواجهوا صعوبة كبيرة في التركيز. تلاقي الطفل بيتشتت من أي صوت أو حركة وبيمل بسرعة جدا ومش بيعرف يكمل نشاط للآخر، وده بيخليه استيعابه للمعلومة أبطأ من الطبيعي. تاني حاجة مشاكل الفهم والاستيعاب. هنا الطفل بيحتاج وقت طويل جدا عشان يفهم المعلومة، وبيحتاج تكرار كتير علشان يثبت اللي اتعلمه، وبيواجه صعوبة بين إنه يربط بين الحاجات، زي إنه يبقى عارف إن الصورة دي اسمها كذا أو بتعبر عن كذا. تالت حاجة مشاكل أكاديمية واضحة. قراءة، كتابة، حساب. في القراءة هتلاقيه بيتلخبط بين الحروف المتشابهة وصوته ضعيف جدا. في الكتابة هتلاقي مسكته للقلم مش قوية وخطه مش واضح. في الحساب هتلاقيه بيواجه صعوبة في فهم معنى العدد أو ينفذ عمليات حسابية بسيطة من غير مساعدة. رابع حاجة مشاكل في الذاكرة. طفل بطيء التعلم بينسى بسهولة وبسرعة جدا، بينسى الكلمات الجديدة، بينسى الخطوات، بينسى اللي اتعلمه امبارح، وده طبيعي جدا لحالته، مش كسل ومش عدم تركيز منه. خامس حاجة مشاكل لغوية. ممكن يكون عنده حصيلة لغوية قليلة أو كلامه بسيط ومش بيقدر يعبر بشكل كويس، وده بيأثر على فهمه للدروس وعلى تواصله مع اللي حواليه. وكمان مشاكل في المهارات التنفيذية زي التنظيم، ترتيب الأدوات، البدء في مهمة. هنا الطفل بيبقى عايز حد يوجهه خطوة بخطوة، وده طبيعي في حالة بطيء التعلم. وكمان مشاكل اجتماعية. كتير من الأطفال دي بيبقوا حساسين جدا وبياخدوا على خاطرهم بسرعة بسبب المقارنات، وده بيخليهم ينعزلوا شوية أو يزهقوا من الأنشطة، وممكن كمان يرفضوا إن هم يحاولوا لأنهم دايما حاسين إن هم أبطأ من اللي حواليهم. وكمان مشاكل حركية. ممكن تلاقيه بيتكعبل كتير، توازنه مش مظبوط، عضلات ايده وصوابعه ضعيفة، وده بيخليه يواجه مشكلة وصعوبة في مسك القلم، في القص، في ترتيب أدواته. ولازم نفتكر إن طفل بطيء التعلم مش طفل غبي، هو طفل قدراته موجودة بس محتاج شرح أوضح، وقت أطول، تكرار أكتر، اهتمام فردي، ومع التدريب الصحيح بيتحسن بصورة وبشكل كبير جدا. ولو عندكم أسئلة أو محتاجين خطة لتدريب طفل بطيء التعلم اكتبولي في التعليقات، واستنوني الفيديو الجاي، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك.